في حاجات اوعي تعمليها مع اهل جوزك. اوعي تحاولي تثبتي دايما انك كويسة، لان وقت ما هيقلبوا عليكي هينسوا اي حاجة كويسة عملتيها. اتعاملي بالاصول اللي اتربيتي عليها وبس. ما تتعوديش تتنازلي عن حقك علشان المركب تمشي. ده مش هيخليهم يقولوا عليكي جدعة، بالعكس ده هيبقى واجب عليكي وهتفضلي تتنازلي ومش هيكون ليكي الحق حتى تتكلمي. ما تحكيش اي تفاصيل في حياتك، واي خلاف بينك وبين جوزك هياخد وقته وهيتحل، لكن معاهم هيفضل العمر كله. بلاش تكبري المواضيع، بلاش تعملي فيها جدعة وتبعتي اكل وتدي هدايا وتدي لبس. اعملي حدود واقفلي على نفسك، انت كده بتجرأيهم عليكي. بلاش تقعدي مع اخوات جوزك وتتكلموا على سلفتك، وتقعدي مع سلفتك وتتكلمي على اخوات جوزك، لانهم هيقولوكي كلام في الاخر. اوعي تعملي فيها جدعة وتشوفي فيهم حاجة غلط وعايزة تغيري منهم، لان انتي اللي في الاخر اللي هتتغيري. اقفلي على نفسك بس باحترام. اوعي تدي فرصة لحد انه يغير من طبعك او تقولك تعملي ايه وما تعمليش ايه. انت جاية من بيت محترم ومتربية كويس، هما اللي اتعلموا منك. واهم حاجة مش كل الكلام ينفع يترد عليه، في حاجات كبري فيها دماغك وردي بالتجاهل، وحاجات لازم تردي علشان توقفي اللي قدامك عند حده. وخطوط حمراء ما ينفعش اي حد يعديها. لحظة، لازم تكوني بتجمعي ما بتفرقيش. معاكي الحق، مش ظالمة، وبتعملي كل اللي عليكي وهما اللي مش مقدرين.